طبعًا أنتم متابعين من امبارح موضوع وقف آخر بطاقات خصم مباشر هنا في مصر، اللي هي فيزا كلاسيك وفيزا جولد من البريد المصري، والناس الكتير جدًا اللي كانوا بيستعملوها في الفترة الأخيرة، والناس حتى اللي طلبوها مخصوص، وطبعًا كانت بتتأخر عليهم حوالي 40 يوم، ففي ناس أصلًا كانوا على وشك إن هم يستلموها، وقبل ما جُم يستلموها البطاقات وقفت دولي، فطبعًا يعني أنا عارف الشعور العام عند الناس عامل إزاي. لكن أنا بقى حابب أطمن الناس اللي أصلًا معاها بطاقات الكلاسيك والجولد وكان حظها حلو ورابطينها بالPayPal قبل قرار الوقف. حابب أقول لك إن أنت لو رابطها قبل قرار الوقف بالPayPal هتقدر تستلم عليها من الPayPal بشكل طبيعي، يعني لو جالك التحويل التلقائي في أول الشهر هتوصل لك الفلوس بدون أي مشاكل، واوعى تشيل البطاقة أو تستخدم بطاقة تانية أو تجيب credit card مخصوص عشان الPayPal تستقبل عليه. لو أنت رابطها ما فيش مشاكل. لكن لو أنت بقى لسه هتربطها وطبعًا قرار الوقف حصل، للأسف مش هينفع لإن ربط الPayPal زي ما أنتم عارفين بيتطلب في حالة الربط دولار وفي حالة التأكيد يورو ونص، ودي بتعتبر معاملة شِرا دولي، طبعًا معاملة الشِرا الدولي مقفولة، بالتالي مش هتحصل عملية الربط أو سحب الفلوس كدولار بعملة الجنيه من الفيزا، وبالتالي العملية مش هتتم. فحابب أطمن الكل، أي حد رابط بالPayPal ما فيش أي مشاكل هتقدر تستقبل فلوسك عادي. طبعًا الصورة اللي قدامكم دي بتبين الشات اللي بيني وبين البريد المصري، أنا اتأكدت من المعلومة منهم، فما تقلقوش خالص. إن شاء الله الفترة الجاية هاحاول نشوف حلول كده مع بعض، وإن شاء الله يعني نتوقع بإذن الله الدنيا تبقى أفضل والبطاقات ترجع تشتغل تاني في الفترة الجاية. شكرًا جدًا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.